فانت مش بتنام مع عمك ليه؟ نعم. اقصد يعني سنين من التفكير والبحث والتمحيص والتفنيد عن طريق عقول أشهر الأئمة والفلاسفة والمفكرين بالمجتمع تبعنا. المجتمع نفسه اللي مفكر إنه الشرف والكرامة محطوطين من رجلين امرأة، آخر شي وصل السؤال: لماذا لا تنكح أمك؟ أي بني آدم يسألك السؤال بتاع ما هو المانع الإلحادي، ده شخص لا يفقه شيء في الفلسفة ولا علم المنطق ولا علم المجتمع حتى. سؤال ما هو المانع الإلحادي هو سؤال يفتقر لأبجديات التفكير والوعي البشري. بداية لما بتسألني لماذا لا تنكح أمك، أنت من دون ما تنتبه عم تهين نفسك ودينك، ومو بس هيك عم تهين صديقك المخفي بالسماء. لما بتسألني هذا السؤال أنت بطريقة غير مباشرة عم تعترف إنه السبب الوحيد إنك أنت ما بتنكح أمك هو إنه هذا الشيء محرم بالكتاب المقدس تبعك، وإنك أنت خايف تفوت على النار. إذا هو وأمه وأخته ما عم يعملوا سكس مع بعض بس لأنه حرمت عليكم أمهاتكم بالقرآن، يعني أنا بتخيلهم قاعدين ماسكين بعض هن الثلاثة ما عم يعملوا سكس بس لأنه خايفين يحطوا بجهنم، ما عم يعملوا عمل أخلاقي، هن خايفين يحترقوا، خايفين على حالهم، هن جماعة أنانيين خايفين من العقوبة بس. هو هي العقلية تبعه، هيك مفكر إنه الدنيا هيك ماشية. أنا ماني شايف إنه هذا أمر أخلاقي، وماني شايف إنه هذا أمر يعني يحمد عليه. إذا أنت ما عم تسرق مو لأنه أنت عندك مبرر أخلاقي لأنه ما تسرق، بس لأنه خايف تنحبس أو تنقطع إيدك أو تنحط بجهنم. ماني شايف إنه عدم السرقة أنت عم تعمل أي شيء أخلاقي هون بهيدي الحالة. عند حضرتك أنت اللي منعك هو المنع الشرعي، غير كده هتنط على أي حاجة بتتحرك قدامك. بمعنى آخر، إذا أنا اليوم بقنعك إنه الإله مو موجود ودينك وهم، حزر شو أول شيء رح تحلله أنت؟ لازم أنا يكون عندي شيء بيمنع. يعني هل أنت متخيل إنه يعني أي شيء بحق لك أي شيء بإمكانك تعمله فأنت بتعمله، هيك الحياة بتصير؟ السؤال ده ينم عن تخلف غير طبيعي في الوعي البشري عند الإنسان اللي بيفكر في السؤال ده. وأنا هنا لا أقصد الشتيمة والإهانة، أنا أقصد فعلا تخلف بمعنى تراجع في حالة الوعي البشري. لأن أغلب القرديات العليا مثلا زي الشمبانزي ما بتنكحش أمهاتها. أصدقائي الموضوع كتير بسيط، ما بده يعني تعقيدات. تفضيلاتنا بتنتقل معنا ما يسمى الفطرة أو الغريزة الموجودة جواتنا. هيدي الغريزة مو سوفت وير، مو كود الله نزله فيك هيك وبتطلع أنت فيه. هي تتناقل بالجينات معنا مثل أي شيء تاني. يعني بيطلع الولد الصغير بيمسك بز أمه بيصير عم يرضع، بيخاف كذا. هيدي الصفات وراثية كسبانها بالجينات. بأن الحاجة اللي أنت بتقول عليها فطرة ربانية ما هي إلا طبيعة بيولوجية. جت منين؟ جت من التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي. ليه وإزاي؟ لأنه من الطبيعي إنه كلما تباعد الحقل الجيني ما بين الطرفين المتزاوجين زادت فرص البقاء. إذا كان هدول الشخصين من نفس العائلة بتزيد الاحتمال الإحصائي إنه هدول الشخصين عندهم بجيناتهم هذا المرض، وبالتالي بتزيد النسبة الاحتمالية بإنه أبنائهم معظمهم أو كلهم وقت يتزوجوا ابنه رح يجي نص الجين اللي حامل المرض الوراثي من أبوه، أخذ النص الثاني من الجين كمان اللي حامل المرض الوراثي من أمه. بيطلع عنده مرض وراثي إجباري، منين بده يجيب لك الصحة؟ ما أخذوا للجين إجباري، أخذ نصه منه ونصه منهم. بينما كانوا الطرفين بعاد، ممكن أمه عندها هذا المرض الوراثي لكن أبوه ما عنده هذا المرض الوراثي، زادت احتمالية إنه هو يأخذ الجين اللي فعال من أبوه بدل ما يأخذه من أمه، وبالتالي ما ينتقل له المرض الوراثي. فالانتقاء الطبيعي بيفضل تباعد الجنس عن أقارب الدرجة الأولى، فالطبيعة نفسها كافية لتوليد هذا النفور النفسي من الزنا مع الأم أو الأخت. هذا كلام بالنباتات موجود. لقوا بالنباتات أنزيم اسمه الأنزيم SRNASE. هذا الأنزيم شو بيعمل؟ وقت عم يجي المشج المذكر إذا كان هذا المشج قريبة عليها جينيا الأنزيم بيفرطه بدوه. إذا عم يجي واحد بعيد عنها جينيا ما بيفككوا الأنزيم وبيضل عادي وبيعمل التلقيح وبيتكاثر طبيعي. مين عمل هذا الشيء؟ مين برمجه؟ هي الانتقاء الطبيعي عمل. القصة حدثت طفرة خلت هذا الأنزيم يكون موجود. هذا الأنزيم صار عم يقتل الأقرباء الجينيين. هذا الشيء حافظ على تنوع أكثر، خلى هدول جماعة تبعات الأنزيم هن اللي يسيطروا بالمجتمع النباتي، وهذول اللي ما عندهم الأنزيم تولد بقى الوردة ضعيفة، الشجرة فيها كذا إلى آخره. فقلوا مع الوقت. بالنتيجة نحن والحيوانات والنباتات الموجودة من أنسال هدول اللي من زمان حملوا معهم هي التفضيلات. المشكلة هو إن بين الحين والآخر بيظهر أفراد من الفصيل عندهم خلل في الفطرة، عندهم خلل في برمجتهم البيولوجية. ومرة تانية مش مشكلتنا دلوقتي الفطرة دي تطور ولا برمجة إلهية، المهم إنها أحيانا ما بتشتغلش.
انت عايز تخلي الفطرة الإلهية ما بتشتغلش براحتك، بس بيظهر كل شوية 1 في ال1000 عنده خلل في الفطرة. وده حضرتك بيحصل في أي فصيل، بيحصل في الشمبانزي وبيحصل في الإنسان العاقل أو الهوموسيبيان. الأفراد اللي عندهم خلل في الفطرة دي هم دول اللي محتاجين مانع آخر غير الفطرة. وهنا فقط ممكن نتكلم في المانع الشرعي أو المانع الإلحادي، لكن لازم تعترف الأول بأن المانع الأساسي هو الفطرة أو طبيعة الكائن إن لم يكن هناك خلل في هذه الفطرة. وبالمناسبة على أمر الفطرة، يعني هلأ يحضرني أني أقول لكم أنه بكثير من الثقافات هاي الفطرة تم خرقها بأسباب دينية وثقافية، مثل حرمت تبعك. لكن بالعكس، إبراهيم الخليل خليل الله كسر غريزته الأبوية وهو بآخر حياته عمره 85 سنة، ما بعرف قد ايه، ومرته اللي كل حياتها عاقر والله بعثها، كسروا غريزة الأبوة والأمومة وراح لحتى يقتل ابنه بالفأس. وهذا فعل أخلاقي. 1.5 مليار مسلم لليوم بيحتفلوا كل سنة بهي المناسبة. لاحظ قد ايه كسر غريزته وعم يعمل عمل كل الكرة الأرضية متفقة على أنه عمل لا أخلاقي، لكن لأنه إجا تشريع معين جعل منه مو بس عمل أخلاقي وإنما عمل أخلاقي كلياتنا عبر ما بعرف من 3000 سنة لليوم بفحص. إنه مثلا بعض القبائل العربية ما قبل الفترة ما قبل الإسلامية كان عندهم إنك أنت تتزوج، الابن يتزوج، الابن الأكبر يتزوج من أمه بعد وفاة أبيه، هذا عمل فضيلة. كرمال شو؟ كرمال ما أمه يروح ينكحها واحد غريب، تتعرى قدام واحد غريب أو شيء من هذا القبيل. بمصر القديمة للحفاظ على النقاء الدم الملكي بيتزوج زواج قربة. انت حضرتك منظومتك الإيمانية اللي عايز تقنعني أن الله أو الإله كلي القدرة، واللي بيكره نكاح المحارم خلق سلالة البشر عن طريق نكاح المحارم، وبعدين انت جاي تقول لنا أيها الملحد لماذا لا تنكح أختك؟ طب اتكسف على نفسك الأول. انت منظومتك الفكرية والإيمانية بتضع الخالق كلي القدرة في موقف اضطراري، مضطر انه يسمح بما لا يرضى به. مو بس هيك يا سيدي، ليش مثل ما بعثت لي صديقتنا اليوم، ليش يجادل بقلب الإسلام بموضوع انه اذا بنتك من زنا، يعني اذا انت عامل سكس مع وحده واجابت منها بنت وهي البنت كبرت وهي المرأة مو مرتك، وحده ما لم تزوجها، انت شرعا بحق لك تتجوز زي البنت اللي هي تقنيا جينيا بنتك، شرعا عادي ما في مشكله بالموضوع، لانه بيفصلوا ما بين انه يكون الولد داخل عقد النكاح ولا خارج عقد النكاح. شرعا هيك بيقول لك الشرع. تفضل قل لي شرعك قال لك هيك وانت مقتنع بالقصه، لا تقعد تخترع لي تبريرات حتى تفسر الموضوع، لانه ما عم تركب معكم يعني بصراحه. تساله لهذا نفسه الشيخ، طيب اخي ليش انت معتبر بس امك واختك وخالتك؟ ليش بنت عمك منازله بالقائمه؟ وين الحد اللي انت حاطه؟ شو المعيار؟ لا تحكي مع اوروبي بتقول له على موضوع بنت عمك بيقرف. انا صارت معي تحكي له انه بالسويد ولا انه بالاسلام عادي بيتجوز بنت عمه وخالته. شلون؟ شو عم تحكي انت؟ ما بتركب براسه. اخي المسلم، انا مستوعب انت شو نظرتك لهي الامور. انا بعرف انه انت ما عندك اي استيعاب كيف شخص بيقدر يعيش حياه طبيعيه من دون مرجعيات، من دون ائمه، ومن دون عنعنه، ومن دون قيل عن قال وكتب تاريخيه. عقلك ما بيتحمل كيف الإنسان بيقدر يعيش من دون هاي الأمور. وهذا الكلام موجه خاصة لعباد النصوص يلي كلياتنا بنعرف إنهم مجبورين يقفلوا عقلهم والمنطق تبعهم ومشاعرهم وحتى أخلاقهم أحيانا، ويتبعوا نصوص وشغلات مكتوبة تاريخيا بشكل أعمى. لكن أنا من الأشخاص اللي بدي أقول لك أخي أخلاقية الأمر بنتيجته. شو النتيجة؟ نتيجة بقى هي اللي هي نتيجة كلية، النتيجة فردية، كمان هو تفصيلات. فبناء على هذا الموضوع اختصرت لك الجواب بأنه إذا هذا الفعل ما بيسبب ضرر للطرفين والطرفين مبسوطين فيه، يعني إذا هلا في جاري وأمه عم ينكحوا حالهم بهم، وين جاري؟ هون جاري وأمه عم ينكحوا حالهم ورا المكتبة تبعي، كل الكوكب العالم كله والله والملائكة وهذا صديقنا، شو تأثر؟ هدول الاثنين انبسطوا بنتيجة السكس اللي عملوه، انبسطوا بالتعبيرات الفلسفية، زودوا السعادة العالمية، صار في زيادة سعادة ما كانت موجودة قبل ما يعملوا هذا السكس. طيب شو مشكلتها؟ وين أي مشكلة بالكون كلياته؟ حتى اللي ينشر في المجتمع ما فيك تعلم هي الأمور بالمجتمع. أنا بعلم الناس بالمجتمع تصير مثليي الجنس، أنا بعلم الناس بالمجتمع يصير عندهم شهوة جنسية تجاه أمهم. ما حكينا بالأمر أنه هو فطرة يا أخي من الأول واتفقنا عليه،
بس وقت انت بدك تجادل وتقول لي الملحدين لا يقتنعوا بالفطره وتبني عليها الاساس تبعك، انت اللي عم تغالط وتكذب على العالم. واذا انت عندك مبرر اخلاقي من اي مبرر من الانواع اللي انا حكيتها قبل شوي، فانت انت بالتالي مو مشكلتك الاخلاقيه بعدم ممارسه الجنس مع امك واختك هو القران او الدين او الله، وانما لانه عندك سبب، وهذا السبب حتشترك فيه انت وغيرك من الاشخاص اللي معتمدين هذا السبب وليسوا متدينين بالدين تبعك. الامر بسيط، الامر بسيط.